كاس العالم ده في نهائي بيتمناه كل الناس، وفي نهائي ممتع جدا لو حصل. تعال نتكلم عن الموضوع ده. اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه لو انت مش مشترك. يلا بينا. بص يا سيدي، النهائي الممتع واللي هو ممكن يحصل جدا رغم ان في نهائي مبكر قبليه على طول، ولكن خلينا نفصصها حته حته. فرنسا في دور الثمانيه هتقابل مين؟ هتقابل انجلترا. وانجلترا يعني منتخب بيعيش انتعاشه غير طبيعيه، وبقى بيقول ان او الريتم بتاع اللعب بتاعه بقى بيلعب على السكند بول، وبقى بيلعب على الكاونتر اتاك، نفس النظام اللي بيلعبه بالظبط المنتخب الفرنسي. بيسيب الكوره للفرق اللي قدامه، واول لما الفرقه اللي قدامه تباغت وتسيب مساحات يستغل هو المساحات دي ويقدر يكسب. ده اللي بيعمله بالظبط المنتخب الانجليزي. فاذا المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي هيكون ده نهائي مبكر جدا، ولكن مش ده النهائي الممتع اللي انا قصدي فيه. لكن خلينا متفقين ان انا ميال شويه لان فرنسا هي اللي ممكن تصعد. في حاله صعود فرنسا للسيمي فاينال، اوكي، الناحيه الثانيه قصادها مين؟ اسبانيا، اللي هي 100% هتكسب البرتغال، قصدي اللي 100% هتكسب اسبانيا، والبرتغال كده كده صعدت للدور الثمانية، مش مشكلتي. انا الفكره بالنسبه لي ان البرتغال واسبانيا على طول في وش بعض، وقبل كده البرتغال خرجت اسبانيا، قصدي اسبانيا خرجت البرتغال من كاس العالم تقريبا سنه 2010. فبالتالي دي مش اول مواجهه للمنتخب الاسباني قصاد المنتخب البرتغالي. وعلى فكره السكواد بتاع المنتخب البرتغالي في احسن حالاته، والسكواد بتاع المنتخب الاسباني في ازهى عصوره، واللعيبه اللي هي ما بتلعبش عدل في فرقها بتلعب سوبر ستار مع المنتخب الاسباني، وانريكي عامل معاهم شغل عالي جدا. تمام. فاللي نتوقع ان ممكن المنتخب البرتغالي يستطيع ان يفوز على اسبانيا ويصعد لسيمي فاينال قصاد المنتخب الفرنسي. ولما المنتخب البرتغالي يقابل المنتخب الفرنسي فدي ده نهائي اليورو اللي البرتغال قدرت انها تكسب فيه. ولان كره البرتغال كره دفاعيه هتعرف تقفل المساحات كويس جدا قدام المنتخب الفرنسي، رغم وجود مبابي وجريزمان وجيرو وعثمان ديمبلي في قدام، الا ان برضو هنقول ان الدفاع البرتغالي والكره البرتغاليه هتقدر تقفل كويس جدا. ولو وصلت النهائي البرتغال، فالناحية التانية الأرجنتين هتقابل مين؟ هولندا. والبرازيل هتقابل كرواتيا. فالبرازيل لما تقابل كرواتيا أكيد البرازيل هتكسب، خصوصا ان كرواتيا خارجة من ماتش بدني صعب جدا قدام اليابان ووصلت فيه إلى الإكسترا تايم، وهنقول إن البرازيل كسبت. والناحيه الثانيه الارجنتين بطموحات كبيره جدا، على الرغم ان وجود فان دايك على في الدفاع وديليخت واكي وقوه دفاعيه كبيره جدا المنتخب الهولندي، وفي نص الملعب عندهم ديونج، الا ان برضو المنتخب الارجنتيني شرس بطريقه صعبه جدا على انه يقدر يوقفها دفاع زي الدفاع عن المنتخب الهولندي. تمام. فالسيمي فاينال هيكون ما بين البرازيل والارجنتين، نهائي كوبا امريكا، حاجه بقى جمال الجمال. ولكن فلنتوقع ان الارجنتين بكل ما تحمله من قوه قدرت انها تكسب البرازيل وتوصل النهائي. اذا البرتغال والارجنتين في نهائي لن يكن يتكرر ولم يتكرر ولن يحدث مثله من قبل. حاجه كده مارادونا وبيليه في نهائي كاس العالم، حاجه كده زي كريستيانو رونالدو وميسي. انا متهيالي ان هم ما يلعبوش المباراه دي، ما يلعبوهاش. انا شايف انهم ما يلعبوهاش ويتفرجوا عليها، وشكرا جدا على الدور اللي هم عملوه ده لو قررت اصلا وحصل. ولكن النهائي الممتع والواقعي جدا هو ان المنتخب البرازيلي ينتعش انتعاشه غير عاديه، وعنده شراسه هجوميه كبيره جدا وشراسه دفاعيه كبيره جدا، وشايف ان هو قطر ما حدش هيقدر يوقفه، وان البرازيل كده كده في النهائي. نفس الكلام انا بقى حيران ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجليزي، فهم الاثنين عايشين انتعاشه غير عاديه ما حصلتش قبل كده. فدايما المنتخب الانجليزي عنده لعيبه كبيره جدا وقيمتها في الدوري الانجليزي عاليه جدا، ولعيبه في انحاء العالم، ونقدر نقول ان في كل مركز عنده واحد واثنين وثلاثه، الى ان برضه ما كانش بينفذ اي حاجه خالص، وفي تاريخه كله معاه واحد كاس عالم. لكن السنه دي المنتخب الانجليزي مركز بصوره كبيره جدا، نفس الكلام المنتخب الفرنسي. فاللي هيصعد من دول هيوصل النهائي دايركت بدون اي موانع. انا برشح فرنسا، والنهائي هيكون قوي جدا ما بين المنتخب البرتغالي المنتخب البرازيلي والمنتخب الفرنسي. فبصوره كبيره جدا
المنتخب الفرنسي يحمل الكثير من الآمال، يحمل الكثير من اللعيبة اللي هتساعده انها تنفذ كتير من الطموحات اللي عايزينها. فيمتلك في نص الملعب اكتر من لاعب سنه صغير ولكن مهارته وامكانياته عاليه جدا. في نفس الكلام يمتلك سرعات على الاطراف خطيره جدا وقويه جدا. يمتلك 2 قلب دفاع من اقوى الدفاع اللي موجود في البطوله، ولكن يمتلك حارس مهزوز شويه وهو لوريس، وده اللي ممكن يكون نقطه الضعف. لكن المنتخب البرازيلي انا مش شايف ان هو عنده اي نقطه ضعف تقدر تمسكها، الا ان السنه دي هو يمتلك كل حاجه. التوفيق لو غاب بس عن المنتخب البرازيلي هو ده اللي ممكن نتكلم فيه. وعلى فكره اي منتخب من دول ممكن يخسر من اي فرقه من اللي انا قلتها. ليه؟ لان فرنسا خسرت من تونس. هتقول لي لعبت في الفرقه الثانيه، اقول لك ماليش دعوه، فرنسا. هتقول لي البرازيل خسرت من الكاميرون، هتقول لي البرازيل الفرقه الثانيه، اقول لك ماليش دعوه، هي البرازيل. البرتغال خسرت من كوريا، برضو البرتغال كان بيلعب كريستيانو. الارجنتين خسرت من السعوديه. فكل فرق من الفرق اللي هي مرشحه والكبار اللي في اتجاه نهائي كاس العالم في روشته كده المنتخبات الصغيره اديتها لاي حد عايز يلعبهم. هم عندهم نقط ضعف ايه وازاي قدروا يكسبوا. وبكده اكون انا خلصت كلامي. اتمنى اشوف نهائي، يعني اقوى نهائي على كوكب الارض، نهائي ميسي وكريستيانو، وامتع نهائي على كوكب الارض. جيل قوي جدا للمنتخب البرازيل، جيل قوي جدا للمنتخب الفرنسي، يمكن ناقصه بس كريم بنزيما، وكان هيبقى نهائي حاجه صعبه جدا ان حد يفوتها. وبكده اكون انا خلصت كلامي. لو عجبك الكلام ده او حسيت ان انا بقول في حاجه فيها شيء من المنطق، اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، فعل بقى زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.